السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة ان شاء الله هنزرعه التين الشوكي. وعشان تعرفي طريقة زراعة التين الشوكي الصحيحة تابعي معنا الفيديو للنهاية. دي يا حاج اسماعيل ده سن عشان الميه ما تربطش تحت، عشان يصرف الميه الزايده لو في ميه زايده. شايفين ده سن اهوت الاول. السن بنحط في الارضيه في اول حاجه في التربه تحت التين. ده سماد بلدي متحلق شويه تحت كده. ماشي. ده غير اللي هو عشان تبقى التربه خفيفه. كل ما بقت التربه خفيفه التين الشوكي بيطلع وبيبقى جميل. ده سماد عضوي متحلل. السماد العضوي ده ايه يا جماعه؟ اللي هو بيبقى المخلفات بتاعه الطيور والحيوانات اللي احنا هنا في الارياف بنقول عليه سباع. ده السماد العضوي ده. اي سماد عضوي. في البدايه بتحط حجاره زي ما انتم شايفين، وبعد كده بنحط سماد عضوي في الطبقه الثانيه. ليه بقى؟ علشان التربه تبقى خفيفه وهش. ديت التربه بتاعت التين الشوكي اللي هي خليط ما بين رجمه ورمل. ده ضمان ده محتاج فيديو. ايوه الضيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه حزم. بس عايزين نفرزوها اكتر. لا هي كده ان شاء الله حلو وتقلقيها. ماشي. تنقي المكان المشمس اللي الشمس فيه مستديمة على السطح على مدار النهار، ويكون المكان يكون حر، لأن التين بيحب الحرارة وبيحب إن هو يكون في مكان مشمس. وكمان اللهم صل على النبي مش بيحب المية الكتير. يعني انت روطيها هو تريح هو وكترت له المية في أول مرة، قعديه بقى حوالي شهر على ما ترويه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. من كوزين ل3 يوميا، يبقى انت كده بتاخدي احتياجك اليومي من فيتامين سي. من كوزين ل3 في اليوم يبقى انت كده بتاخدي احتياجك من فيتامين سي. كمان التين مفيد لمرضى السكر. التين مفيد لمرضى السكر ليه؟ لأن التين فيه ألياف بتقلل من امتصاص السكريات. كمان بيقلل الكوليسترول وبيساعد في التخسيس. اللهم صل على النبي. التين بيحمي من السرطانات. اللهم صل على سيدنا محمد. ده هيزود. التين غني جدا بالبوتاسيوم وبالكالسيوم. هو مصدر للبوتاسيوم والكالسيوم. يعني اللهم صل على النبي بيعزز من صحة القلب والشرايين، بيقلل ارتفاع ضغط الدم، بيحافظ على توازن السوائل في الجسم علشان فيه بوتاسيوم. لحظة. وبيحمي من هشاشة العظام علشان فيه كالسيوم. وكمان فيه فيتامين A، يعني مفيد لصحة العين.
وشايفه التينه دي بقى احنا زارعينها السنه اللي فاتت، بس ليه ايه السر انها ما طلعتش ثمار السنه دي؟ علشان احنا جبناه كف، والكف ده ما كانش مثمر، علشان كده ما كانش هو مش موثوق منه لانه ما اثمرش قبل كده، فعشان كده غالي. احنا مش عارفين. فانت لما تجيبي تين تزرعيه تجيبي دي اسمه كيت. الثلاثه اللي فوق بعض دولت اسمهم كيت. تجيبي من الراجل بتاع التين. ودمتم في رعايه الله ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ترجع ورا بقى.